الساعة المجابة في يوم الجمعة قالوا بعد الفجر، قالوا ما بين الخطبتين، قالوا ما بين الأذانين، قالوا ما بين الخطبة والصلاة، قالوا والخطيب قائم يخطب، الدعاء مجاب. لذلك أي دعاء قالها الخطيب أمن بعده، أمن، فإن هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء. وقالوا بعد العصر. وأرجح الأقوال عندنا معشر الشافعية أن أرجى ساعة في يوم الجمعة للإجابة من بعد العصر إلى الغروب، إلى الغروب. لذلك احنا عقدنا مجلس الروحة في يوم الجمعة. واضح؟ يشتغلون بالصلاة التازية اللي هي النارية، قالوا عددها 4444، لكن اشتغل بها كم ما تيسر. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اشتغل بها. ويا سلام لو قرأت ورد الدلائل بعد صلاة العصر. وطريقنا نقرأ الراتب السماني. معليش تقرأ الراتب السماني، واليوم إن شاء الله القصيدة المقبولة لسيدي صالح الجعفري، وتروح عن بيت الصلاة التازية والنارية، تقرأ ورد الدلائل. جعل أورادك في هذه الساعة المجابة، في هذه الساعة المجابة. اللهم وفقنا للخير. فكان من دعاء الصالحين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا.